السلام عليكم. انا فول لاكاطو جيتكم بهذه السنيوه الصغيره القطر نتاعها 35 سنتيمتر بمقادير مضبوطه. نقول لكم صحه رمضانكم، تقبل الله منا ومنكم، صالح الاعمال يا رب العالمين. هذه السنيوه داتها وحده لحبابها، قالت خدموا فيا خير، داتها لهم كعربون وكتعبير عن المشاعر نتاع عليهم. ان شاء الله يا ربي تكون فكرتني وفكرتكم، كما يقول ربي سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا هي فكرتني وأنا فكرتكم. إذا عندكم شي حباب قدموا ليكم خير، حبوكم من قلبهم، جراو ليكم، ما تنساوهمش، ردوا لهم الجميل ولو بالقليل. القليل كعربون محبة باش تستمر المحبة والعلاقات الاجتماعية بيناتنا، خاصة الوقت اللي وصلنا له يا لطيف. القلوب أصبحت متحجرة وقاسية، الناس رجعت تهرب من بعضها، يقول لك أنا خدمت فيه الخير ورجعوا لي بالشر. إذا إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو تفكركم وتفكرني، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. اللي عنده حبيبه ولا قدم له كانش معروف يتفكروا بهدية يا ربي إن شاء الله باش ما ننساوش المعروف بيناتنا. نجيبو السنيوه نتاعنا، القطر ديالها كما قلت 35 سنتيمتر. المقادير تلقاوها في صندوق الوصف. طبعا باش نطلعوا المقادير هي نضربوا القطر في نفسه 35 في 35 راح تعطينا تقريبا كيلو 200 غرام. هذه الكيلو 200 غرام من العسل وكيلو 200 غرام من المكسرات، وطبعا راني نزيد في الوزن نتاعهم باش تجي البقلاوه عاليه. نتعرضوا لهادو بالتفصيل في الفيديو ان شاء الله. حطينا هنايا 3 كيلات ونص فرينه مع نص كيله مايزينا، زيدنا لها لافاني، نخلطو مليح ونجيبوا الملح ديالنا. طبعا ما نحطوهاش ديريكت باش ما تقطعناش العجينه كي نعودو نصبطو فيها، نحلوها في شويه ماء الزهر ونخليوها شويه باش تذوب. نزيدو الفرينه والنشا هذاك اللي كنا 3 كيلات ونص فرينه مع نص كيله نشا، نزيدو لها كيله نتاع ليدام تكون دايبه وبارده. نحطو بيضه في النص ونزيدو ماء الزهر والماء باش نجمعو الخليط، وما نحطوش الماء على ضربه باش نجمعو الخليط سينو تجرى لكم وتحصلوا فيها ما تلقاوش كيش ديروا لها. طبعا هذيك الملح اللي ذوبناها رانا نزيدوها عباره عن مغرفه صغيره نتاع قهوه نتاع الملح. طبعا الحلويات التقليديه الجزائريه تتطلب الملح باش تبدلكم الذوق مليح. نعجنوها مليح، طبعا كونوا ديروها جاريه كما قلت لكم سينو تحصلوا فيها. نعجنوها على الاقل 5 دقائق، نحطوها في كيس بلاستيكي ونرجعوها للورا. علاش ما نحطولهاش الماء بزاف؟ لاننا كي نحطوها ترتاح رايحه تزيد تطلق روحها. عندي هنايا الحشو نجيبوه اللي هو عباره عن 2 كيلات لوز بكيله جوز. هنايا هذه راهي مخدومه بالجوز واللوز، اللي هي عباره عن كيله لوز مقشر او ابيض وكيله لوز بالقشور وكيله جوز. نزيدو لهم كيله الا ربع من السكر. انا هنايا راني حطيت 6 كيلات من المكسرات، على بها زدت لهم 2 كيلات الا ربع من السكر. نزيدو السمن اللي هو عباره كل 250 غرام ولا 200 غرام، صاديبون كل واحد يحبها. الحشو يكون طري بزاف، واحد يحبو شويه، الا تحبوه يكون شاد روحو شويه. كل 200 غرام 250 غرام حطوا لهم ملعقه كبيره تاع السمن يكون دايب وبارد. واذا تحبوها الحشو نتاعكم يجي طري بزاف، كل 200 غرام حطوا لها بحال مغرف كبيره. طبعا حطينا لافاني وجمعنا بماء الزهر. كي نجمعوا بماء الزهر لازم نخليوها كيما كسكس، ما نجريوهاش. كون نجريوها راح تحصلوا فيها، خاصه المبتدئات. نخلطوا مليح باش يذوب السكر هذاك. طبعا السكر هذاك لو كان يذوب هنا ماشي حتى يذوب في الفور، ما رايحش يحجر لكم كي يذوب في الفور او يحجر لكم البقلاوه نتاعكم. على بها العادي يقول لك انا كتيبسلي، ما تحطوا له نتوما ما كيتحطوش ماء الزهر بالكميه الكافيه. يبان كي كيذوب بالسخانه يهبط لتحت يحجر لكم. ولكن لو كان ذوبوه بماء الزهر ما يحجرش وتجيكم البقلاوه مليح. ما انكم وصلتوا معايا الهي تعليق وجام من فضلكم. جيبوا العجينه هذه كما راكم تشوفوا. درنا سطح العامل فرشناه بالمايزينا
وصبطناها، قصيناها مربعات صغار باش نقدروا نصبطوها في الآلة، نحطوا شوية بشوية نتاع المايزينا ونصبطوها كذا بشوية، ونروحوا نصبطوها في الآلة على الرقم 6. أنا نستعملها حتى للرقم 6 كيما راكم تشوفوا، نبداو بالرقم 1 ومن بعد نطلعوا حتى للرقم 6. كي تعود العجينة نتاعكم مليحة كيما راكم تشوفوا، طوطها تجبد روحها. أنا نصبطها في الرقم 6 ونزيد نطوطها بيدي، نجبد كي لاستيك ونحطوها. نحطو الطبقة الأولى بلا ما ندهنو، نزيدو نحطو الطبقة الثانية كيما راكم تشوفوا، رانا ما دهناش. زيدو الطبقة الثانية، علاش؟ باش كي نجيو من بعد نقصوها ما يهربولناش الطبقات من بعضهم وتبقى واحدة تبقى لاصقة في السني وحده نهزوها. في الطبقة الثانية طبعا ندهنو نورمال ونحطو الطبقة الثالثة كيما راكم تشوفوا. شفتوا العجينة كي مليحة وحدها تطوط كي لاستيك كيما راكم تشوفوا. نزيدو الطبقة الثالثة، هاي كي لاستيك تطوط العجينة ما شاء الله. الفرينة اللي استعملت هنايا هي كنزة، حطيت من تحت 5 طبقات. الطبقة اللي نحطو فوقها الحشو طبعا ما ندهنوهاش، نحطو ديريكت 5 طبقات من تحت ونحط الحشو نتاعي. وكي نحطوهم يا خا كيما راكم تشوفوا مفارقين، نحطو في المرة الأولى على الطول، المرة الثانية نحطو بالعرض باش ما يجيوش هادوك الشرائط على بعضهم، يجيو مخالفين. نستويو الحشو نتاعنا مليح ونضربوه الاحراف قباله. علاش؟ باش ما ترجعلناش العجينه. لو كان ما توصلوهش قباله الاحراف على بها كي تدخلوا البقلاوه تاعكم للفور تنقص، تصيبوها دخلت قباله. نحطوا الطبقه الاولى كما درنا في الاول، صبطناها وهبطناها في الاله كما قلت لكم حتى للرقم 6. طبعا كما من تحت الطبقه الاولى والثانيه ما ندهنوش بيناتهم باش ما يهربوش من بعضهم، ومن بعد ندهنو في الطبقه الثانيه، ندهنو نزيدو الطبقه الثالثه كما راكم تشوفوا. وطبعا الطبقه الثالثه فوقها ما ندهنوش لاننا رايحين نحطو الطبقه الرابعه. انا ندير 4 طبقات، 5 من تحت و4 من فوق. لصقوا الشرائط هادوك نديروهم بالقطر نتاع السنيوه. السنيوه راهي 35 سنتيمتر، نديرو هنايا في حدود 40 سنتيمتر. ونعاودو نهزو البقلاوه نتاعنا ونحطو فوقها العجينه كما راكم تشوفوا. كي تعود مليحه راكم تشوفوا راني نطوط فيها كي لاستيك. نسويوها مليح قباله، نحيو لها هذاك الهواء اللي كيجي لاصق على الجناب باش ما تهربلناش من بعضها العجينه، ونقطعوا لها شي ديزاين كما راكم تشوفوا. طبعا كما قلت لكم المقادير بالغرام راح تلقاوها في صندوق الوصف، وايضا الطريقه نتاع التزيين نتاعها راح نخلي لكم في صندوق الوصف. طريقه التزيين راح نخلي لكم الفيديو لانه كاين على القناه فيديو في طريقه التزيين. نغطيوها مولا نقصوها ونخلصوا، نخليوها ترتاح شويه قبل ما نقصوها باش ما ترجعلناش العجينه. ما تطولش شحال نص ساعه ولا نقصوها. هنايا جينا للتقطاع نتاعها. التقطاع نتاع السنيوات يا اخوات ماشي كامل قد بعضهم، تلقاها مدوره مي تلقاها شويه دي فوا تلقاهم معوجين. لو كان ما تقيسش بالمسطره وتستعمل غير عينك يقدروا يفسدوا لك لي لوزونج المكرطات هذوك ديالك وما يجوش قد بعضهم. كما شفتوا عينا المنتصف من فوق بالمسطره نحطوا لي تري هذوك ونعاودو نجيبو المسطره الكبيره قبل ما نقصو، نربطو النقطه دي من فوق من النقطه دي من تحت باش نعرفو باللي الوسط. هنايا تاني باش نقسمو هذوك الاربعه على النص لازم نعينو المنتصف نتاع الربع. كما قلت لكم السنيوات اياكم يخدعوكم، ماشي كامل السنيوات مستويين يعني كي تقولوا مدوره وعندهم ان يخرجوا كيف ما يخرجوش كيف. هكذا لا قسموهم على الربع. نتمنى من جميع تبع القناه هذه واستفاد منها وراه يتبع فيا في الوقت الحاضر انه يدعمني بالتعليقات واللايكات، وجزاكم الله كل خير. ما تنساونيش من الدعم من فضلكم وجزاكم الله كل خير. سهله، خدموا بالواحد باش ما تغلطوش. نجيبوا المسطرات الصغيره ونبداو نقصوا في الربع هذاك الصغير بالمسطره كما راكم تشوفوا. هذوك ديكس كما راكم تشوفوا نقصوها. شوفوا نزيدو نقصو الثاني الربع الثاني نجيبوه عند الخط الاول اللي قصينا منه. شفتوا للاسف ما كنعرفش نشرح هنايا طبعا ماشي بالشرح هنايا بالعين.
شفتوا ها هو الربع كيفاش قصيناه على النص ومن بعد قصيناه. سهلة العملية، سهلة جدًا، عليكم طبّقوها في حلوركة قبل ما تطبّقوها فوق الباكلاوة نتاعكم، وكي تقصّوا وحدة مبتدئة تكون بدات ما تقصّش ديريكت، دير لي تخي نتاعك فوق قبل ما تقصها، دير لي تخي هادوك وشوف روحك، علاش؟ قبل ما تقصها لأنك تقدر تغلط فيها وتفسدها. ما تقصش حتى لتحت، دير ليتري من فوق كتجربة، وقبل ما دير ليتري ديالك دير واحد الدويرة فوق قرص دائري فوق حلوركة، وجيب بحال المسطرة وجرّب حتى تسيي، راهي ساهلة من أسهل ما يكون، برك هكذا بالعين تبان لكم بلي صعيبة وتقدروا تغلطوا فيها، ما تغلطوا ما والو، ديروا قرص دائري وجرّبوا فوقه ورقة، طبعًا قصّوا بالربع باش ما تخلطلكمش العملية وما تغلطوش، حتى تخلصوا الربع باش تنتقلوا للربع الآخر. شفتوا كيما راني ندير، ما قصيتهاش على ضربة، قصيت بالربع. سهلة جدًا العملية سهلة جدًا. نتمنى إن شاء الله تكون استفدتوا من هذا الفيديو، ديروها هكذا لحتى نخلصوا، خاصة في طريقة القص نتاع الباقلاوة لأني عمري ما قدمتها لكم كاملة، اليوم قررت أني نقدمها كاملة. كما راكم تشوفوا سهلة جدًا، ها نقصوا بالنصف الربع، شوفوا الخط يقابله خط آخر، ها كيما هذه الطريقة سهلة جدًا، شوفوا المسطرة ومنين تنتهي تبدأ القصة الثانية، شوفوا ها منين بدينا له، سهلة جدًا. نتمنى إن شاء الله يا ربي تخدموها وتستفادوا منها، وتدعيوا لي دعاوي الخير إن شاء الله تبقى صدقة جارية عليها. الإنسان ما يحتاج والو من الدنيا هذه خلاف حاجة تخدم عليه غدوة في قبره. جميع من يستفاد مني دعيلي ولو دعاوي الخير بظهر الغيب، ما نحتاج والو بخلاف دعوة خير إن شاء الله نتلاقى بها ربي يا رب هو راضي علينا أجمعين. هيا شوفوا مليح تفرجوا قبالة باش تشفاو كيفاش كنقصو، شوفوا منين بدينا الأول نوصلوا القصة الثانية، شوف سهلة جدا. يا ربي إن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها وتبعتوا لي تطبيقاتكم وتقولوا لي جربنا وبعتنا فيها كما موالفين البنات بزاف يبعتوا لي خاصة في الانستغرام، بعتوا لي فوطو تاعهم وكاين بزاف تعلموها معايا من الصفر، ان شاء الله تبقى لي برك صدقة جارية عليا بإذن الله. هذا واش نديو من الدنيا هذه. خلصنا البقلاوه نتاعنا دهناها بالسمن، ندخلوها للفور، الفور راه فونتيلي اللي كيقولوا ما يطيبش الفور فونتيلي ما يطيبش البقلاوه، برك عنده دي تكنيك. الفيديو راكم تلقاوه في الانستغرام وبيان تيك توك كيفاش طيبوا البقلاوه نتاعكم في الفور فونتيلي على حساباتي، شوفوها وتبعوها طيبوها تخرج لكم روعه. كي تعود الطيب تقاو عليها شويه هكذا بالطرشونه تكون نظيفه، علاش؟ باش ما يهربولكمش الطبقات من بعضهم. تطيب على 160 درجه كما راكم تشوفوا. طريقة التزيين راني راح احط لكم رابط الفيديو راهو على القناة كيفاش تزينوا. السلام عليكم.